السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كازا مع الوداد الرياضي، الوداد اللي توج بطل الدوري النتيفي من بعد ما انتصر في الفينال على الفريق نهضة البركانية ب2-1. ابخي كلشي كيتكلم معنا القرطبه مباشره على ماتش ودي. كاين بوليميك واش مع فريق جزائري لا مع فريق مغربي، اللاعبين اللي كيتيستيو منهم احد اللاعبين النيجيريين لاطاكو والسينا واش ما سيناش، لا اتفق ما اتفقش. هاد الاسئله كاملين الجواب ديالها مع صديقنا القرده. اهلا بك قرده. مرحبا بك ايوب، مرحبا بكل المستمعين ديالنا الكرام. كما قلت يا ايوب، الفريق ديال الوداد دائما في اطار الاستعدادات ديالو للمنافسات الافريقيه وهذا البطوله الوطنيه، منافسه ديال كاس العرش. فبعد ذاك الانتصار والتتويج معنوي ديال الدوري النتيفي اللي كينتصر في الفينال على فريق ديال النهضه البركانيه، عطى الاطمئنان للجماهير ديال في انتظار الافضل. هضرتي انت ايوب يعني بعد الماتش ديال الحد كان البارح راحه، اليوم الفريق يستأنف الاستعدادات ديالو. هضره بزاف لان شكون الماتش، يعني الماتش ديال الوداد مع من؟ فالوداد اليوم الصباح مشاو لاتجاه مدينه الرباط مع الخمسه نيشان غينطلق الماتش ديالهم ودي مع من؟ مع فريق ديال شباب قصبه تادله في المدينه ديال الرباط. مباراه وديه غتجمع مع الخمسه اليوم فريق الوداد مواجهه فريق شباب قصبة تادلة، على اساس كاين حديث ايوب بان الفريق نهايه الاسبوع نهار السبت مباراه وديه اعداديه اخرى اللي يمكن غتجمعوا بفريق جزائري هذه المره اللي هو اولمبيك شلف الجزائري، دائما في اطار استعدادات ديال الموسم المقبل. فريق الوداد المعنويات مرتفعه. الحديث ايوب بان بعد المعسكر ديال اكادير شفنا جوج ديال المباريات وديه، كان كثرت الهضره بان بعد الانتيفي وبعد المعسكر ديال او بعد يعني الدوري ديال الانتيفي الحديث لمعسكر خارجي. فقبل لحظات كان عندي اتصال برئيس ديال فريق الوداد الرياضي واكد لي ايوب بان الفريق في ظل الغيابات كنعرفوا اللاعبين اللي مرتبطين مع المنتخب الوطني مجموعه من العناصر، فصعيب يكون اعداد ويكون يعني كونسونطراسيون خارج المغرب. وكذلك قرده كاين نهار 16 شهر 8 الماتش ديال كاس الصداقه الاماراتيه المغربيه، يعني ما يقدمش هذا الوقت ديال 10 ايام ولا 8 ايام باش بريباري في معسكر خارجي. فكما قال وكان الحديث يعني مع مصادر ديال فريق الوداد الرياضي مجموعه من اللاعبين، واش هاد اللاعبين اللي كاينين حاليا دابا يكفي بانه انسان يعني او الفريق يبرمج معسكر خارج المغرب في غياب مجموعه من الاسماء، وكهضرت حتى الماتش ديال كاس الصداقه المغربيه الاماراتيه، وبالتالي الفريق فغادي يقتصر على الاعداد كونسونطراسيون في يعني والمباريات الاعداديه، البرمجه ديال بعض المباريات الاعداديه في المغرب. هذا بطبيعه الحال بالنسبه للاستعداد ديال الوداد. بالنسبه للاعبين الاجانب ايوب، فالحديث على بعض اللاعبين الاجانب. هذا لاعب نيجيري اللي هو كان يعني يلعب في الدوري البرتغالي وشيبو، فكاين حديث اصبح قريب وكاين اتفاق يعني مع فريق ديال الوداد الرياضي لحد الان على التوقيع ديال 3 ديال السنوات، وكاين حديث ايضا على الدخول ديال الوداد في مفاوضات جديه ومراحل متقدمه مع كيزا هذا اللاعب ديال الماس ديال المغرب، هو البديل ديال جيبور. هذا هو البديل، يعني كاين مفاوضات متقدمه وكاين لاعب اللي غنقول لك ايوب ويمكن غادي تتفاجئ. فكاين لاعب اللي هو اللاعب ديال فريق رجاء سابقا اللي هو محمد اوال الغاني، هذا الغاني. فكاين مواقع الكترونيه غانيه كتحدث وكتقول بان اوال حتى هو يمكن كاين رغبه ديال فريق الوداد بانه